عن جد فستانها كثير حلو. ما عجبني كثير. يا الله نيانا، ايه هذا اللي مو عاجبك حقه هذيك الحقبه. هذا كمان حلو. يلا يلا وعم يوسف تضربي منك هلا. تحرك بسرعة يلا. يلا لجوا. تحرك بسرعة يلا يلا. ما شاء الله ما شاء الله، شو هالجمال كله يا بنت. يا حبيبة قلبي، هي صارت صبية ورح تتجوز. خير ان شاء الله، يعني مين بده يجي لعنا بهالوقت؟ انتوا خليكن جوا وانا رح افتح. اهلين يا اغا. ايه شايف البيت قديش دافي؟ اي والله. يلا تحرك، جيب شو في عندك اكل. انا بامرك يا اغا. شو رايك نقضي الليله هون معلم؟ البيت كبير وبيسعنا. ليش هيك عم تطلع؟ شبك بتكون مو حابب الطعمينة عندك؟ بالعكس، بس القصة وما فيها انه بكرة المساء رح نعمل عرس بالبيت. لا تخاف، ما رح نطول عندك. يلا لحقنا بالاكل. اتفضل اغا اتفضل. تحرك يلا. هدول جماعة التنظيم لا تخافوا، هلا بياكلوا وبيروحوا. يلا اطلع. صحيح انت شو اسمك يا بنت؟ عائشة. حدا قال لك انه انت بتاخدي العقل؟ فوتي لجوا. يلا شرف لفوق. جايبين لنا اخبار حلوه ما هيك؟ ايه والله، عن قريب راح يصير في عنا عرس بالضيعه. ايه الحمد لله كثير منيح. وليش هيك فرحت؟ شو انت اللي رح تتجوز؟ إيه شبكي؟ خير شو في مختار؟ سمعت خبريه حلوه، قال الدكتور وزينب راح يتجوزوا، هيك حميد حكالي. انا بعرف، ادعي تكمل معنا على خير. ان شاء الله. شو بدك مني؟ ليش لزقان فيني هيك؟ يقطع عمرك. الله يسامحك، ان شاء الله رح يجي اليوم اللي نتجوز فيه. الشيخ ابراهيم عم يستناك برا. رشاد، الزلمه جاي يتفاهم معك. يلا قوم. مو انت كبير العيله ولازم تحدد امتى بدك يصير العرس؟ بس انا مو رضيان عن كل الجازة. ما لي علاقة لا فيك ولا ببنتك. عم تفهم يا حميد؟ خلصنا بقى، بوس ايدك. لا حول ولا قوة الا بالله. صحيح. زينب، انت رايحة على الدرس ما هيك؟ ايه مزبوط. يلا عن اذنكم. عمو ابراهيم بدك شي؟ الله معك، ما بدي غير سلامتك. سلام. شيخنا تشرب شاي؟ منشرب، بس ناديله لرشاد، منشرب ثلاثتنا ومنحكي بموضوعنا. بعتذر منك، بس اخي تعبان شوي. على الاغلب انه مرشح. حرام تركته نايم، ما اجا من قلبي فيقه. نحكي بعدين بس ليتحسن. ليكون اخوه مو موافق انه تعطي بنتك لطارق. ليك حميد، صحيح انه موافقة الشباب هي الاساس، بس كمان لازمنا موافقة رشاد على هالجوازة، يعني هو بيضل كبير عيلتكم، ومثل ما بتعرف رأيه كتير مهم. ايه بعرف هالشي بعرف. طيب عن اذنك، خلص بس تصيروا جاهزين ابعتوا لي خبر. ما بدنا هالشغلة تطول. ماشي؟ ماشي. الله معك. شو بكي زينب؟ ليش عم تبكي؟ انا خايفة اني اكون عم بغلط. بلكي متت بعد مدة قصيرة من زواجي، شو رح يصير بطارق؟ ليش عم تفكري بهالطريقة؟
بجوز مع طارق تعيشي حياة أطول. أنا بتمنى إنه هالشي يصير، بس كل كلام الدكاترة بيأكد إنه ماني مطولة لموت. خلص حاجة تبكي، خلي عندك أمل بربنا. ما لازم حدا يعرف بمرضي غير نحن التنتين، وخاصة طارق ما لازم يعرف. صحيح امتى بده يرجع؟ ما بعرف، أكيد ما رح يرجع بدون سعيد. معقولة طلع بهالجو ليدور على سعيد؟ سعيد! سعيد! اعطيني ايدك. سعيد! 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 الجو كثير بارد، إذا بدك أنت ارجعي على البيت. لا بدي أدور معك لحتى نلاقيه. طيب استنيني بالمغارة. مشان الله لا تتركني لحالي وتروح. لا اطمن، ارتاحي جوا. سعيد! سعيد؟ وأخيرا لقينا. طمني لساته عايش، ما هيك دكتور؟ اي لساته عايش. يا عمري. سعيد شد حيلك، رح ناخدك على المستوصف. مالي قدران امشي، حاسس حالي رح موت. سعيد! شو صار له مشان الله؟ لا تخافي، اغمي عليه بس. ساعديني يلا. قوم يا أبي. يلا دكتور مشان الله. تفضل. والله ميتين من الجوع. صحيح. كلوا يا شباب كلوا. صحة ونعم. شو هي بنتك؟ لا والله هي حفيدتي، أمانة عندي. والله أحلى أمانة. بس أكيد مو طالع على جدة. بدنا حليب جبلنا. يلا روح، وإذا ما كان تازة بدنا نقتلك. ها يلا. فضيلة جيبي حليب أوام. لا تخافي فوتي. لا تخافي، والله ما راح أأذيكي، أنا مالي إرهابية. طب شو بدك؟ بنتي معهم هلا، أنا بدي أنقذها، بس بترجاكي ساعديني لأعمل هالشي. الله وكيلك هي منيحة مانا مثلهم، مشان الله ساعديني. طيب أنا كيف بقدر ساعدك؟ كل شي بدي إياه منك فوتيني على البيت، بدي أقرب من بنتي واتركي الباقي علي. دكتور بلش يفيق. كيف صرت؟ منيح. ايه امي حبيبي، امي يا عمري، الحمد لله تحسنت. لا تعيدها ثاني مرة. ايه يكتر خير الدكتور طارق، هو اللي انقذك. بعرف اني غلطت، بعرف. خلص ما عاد بدي يطلع على الجبل، ما عاد بدي يصير بالتنظيم. توبة، مشان الله سامحيني. ألف الحمد لله والشكر إلك يا رب، وأخيرا رجع لك عقل الرحمة. امي انا بدي اتعلم. الله يرضى عليك يا سعيد، هيك من الأول. خلينا نتصل بالمدرسة، يعني ما بتعرف بيجوز لاقوا له محل. إيه يلا امشي، خليني وصلك لعند المختار. طيب ماشي، ما رح طول عليك. يلا الحقيني. أنا حابة أقول لك إنه جدي لهلأ ما حكى مع أهل زينب. شو؟ ليش عم استنى لهلا؟ تفضل آغا. لا هيك ما بيصير، والله ما بدنا إياك تمرض.
رشاد حاجة تتصرف مثل الأولاد الصغار. شو سرك؟ زينب وطارق بدهم يتجوزوا، وين المشكلة؟ الله يعيننا عليك أحسن شيء، لك أنت كبيرنا، حاجة بقى. الله يوفقك، خليني اجيب لك الصبي. بس لا تطولي، يلا. لسه قديش بدك يعني استنى؟ مشان الله خذوا لهالولد. حاضر، مثل ما بدك. ماشي. قال ما في محلات، شو بدي اعمل هلا؟ ايه وانا شو بيعرفني؟ خلص بقى، حاجته بكيف التشويق قدامي. ضروري تسجلي ابنك بالمدرسة. خلاص بقى. ايه والله ضروري. بتعرف ليش؟ لانه اذا سعيد ضل هون رح يصير في مثل ابوه، التنظيم اكيد رح يأذيه. ايه اذا اتصلوا فيك من المدرسة ببقى بخبرك. ايه الله يخليك لا تنسى. خلاص بقى ما رح انسى شبكي، يلا تيسري. أهلين. المدرسة اللي هون ما فيها محلات، أنا برأيي نبعت سعيد على شي مدرسة بالمدينة. فيك تساعدنا بهالموضوع؟ اصلا كل رفقاتي بالمدينة اكيد رح يساعدونا. خلينا نبعت سعيد لهنيك. اول شي لازم اتصل فيهم، بس كل ارقامهم موجودة على موبايلي. اتصل فيهم، شو عم تستنى؟ المشكلة انه موبايلي مطفي لانه ببساطة ما فيه شحن، بدنا كهرباء لتشغله. وبالضيعة ما في كهرباء. في عنا مولدة قديمة بس منزوعة، صار لي قايل له للمختار 100 مرة يصلحها بس هو ما عم يرد علي. ايه بس هيك ما بصير، لازم نلاقي حل. الحق بإيدك. قصدي نحن بنصلح المولدة وخلصنا. طيب ماشي، أنا رح أقول له لراجي خليه يجيب مصلح من المدينة أو من شي ضيعة قريبة. يلا روح قل له. طولي بالك يا بنتي، الشغلة مو بهالبساطة. سعيد صار منيح، انا برأيي تاخذيه على البيت، ونحن رح نعمل كل شي بيطلع بإيدنا لحتى نبعده عن هاي الضيعة. طيب ماشي دكتور. تعال اقول لك، تعال. الشيخ ابراهيم والدكتور بدهم يهربوا سعيد من الضيعه، بتروح لعند زيدان اوام وبتقول له هالحكي. طيب مختار. بتدوروا بالضيعة وبتلموا مصاري، واللي ما بيرضى يدفع تقتلوه. مو الكل يروح، خلوا اثنين هون مشان الحراسة. طيب ماشي، يلا. يلا تفضلوا يا شباب. يلا شرفوا يا شباب. يلا شرفوا، تفضلوا. شرفوا. نعم، شو بدك؟ جبت لكم الحليب. ايه حطيه. هاتي لقلك. لك انت شو عملتي؟ لا تواخذوني. مالك شايفه؟ خلاص هلا بنوقف لك جاكيت. يلا. تعي لقلك، تعي. تعي تعي. امي بلا ما حدا يسمعك. امي شو عم تساوي هون؟ جيت لحتى رجعك على البيت حبيبتي. يلا اسمعيني امي، ما فينا نهرب في حراس على باب البيت؟ نطلع من الباب الوراني. ويدا وينك؟ انا هون ليش معلم. ليتني ساوي شاي يا مرة. رويدة تعي لعندي. ايه يلا، شو عم تستني؟ اطلعي رويدة اطلعي. مالي رايحة بدون ما اخذ بنتي. عيط قد ما بدك، بس تعتم رح اخذها ونهرب. اهلين جدي. الدكتور هون ولا راح على البيت؟ لا عليكم جوا. اهلين شيخ ابراهيم. أنا هلأ رايح لعند آل بيشو. كثير منيح. مو للسبب يلي ببالك، أنا مو رايح مشان أحكي بموضوعك. قبل شوي اجى حميد وقال إنه رشاد لا عم يحكي ولا عم ياكل، وطلب مني إني روح وأحكي معه. رح حاول معه، بجوز يسمع مني. أنا حبيت إنك تعرف شو الوضع.
عم يعمل هيك لأنه ما بده ياني لبنت أخوه. إذا هو ما وافق ما بنحسن نتزوج معه. بصراحة يا ابني هو كبير عيلتهم وكلمته مسموعة وموافقته ضرورية. أنا رح أحاول أقنعه، أنت بس ادعي لله ييسرها. إن شاء الله. فيني روح مع جدي لعند زينب؟ أي طبعا فيكي. الله يسلمك. رشاد طمني، شو أخبارك؟ شو بك ليش هيك حاسك متضايق؟ رشاد ما بصير هيك، الزلمة عم يحكي معك. عيب عليك رشاد، ليش ما عم ترد؟ شو هالحركات هي؟ لك انت كبير العيلة، فرط لنا اياها بقى. هيك ما بيصير، ما بدنا اياك تمرض. حاجة بقى، الله يرضى عليك. أنا بعرفه لعمي مو موافق على طارق، ما بيحبه، مستحيل يرجع عن قرار اتخذه. طيب والحل؟ أصلا أنا ما كان لازم وافق على هالجوازة. صار فيني اتحجج بعمي هلأ. شو بكي، شو عم تحكي زينب؟ هلا انت مالك موافقة تتجوزيه؟ بتمنى يصير هالشي. والله ماني عرفانة شو قلك. يا ترى شو رح يساوي وقت يعرف انه معي سرطان؟ ايوه اذا عرف يعني. لا، ما حدا لازم يعرف بمرضي. عم تفهمي علي ديالا؟ انا ما بدي يتزوجني لانه شفقان علي. ما فيني اتحمل هالشي. كرامتي ما بتسمح لي ديالا. معك حق. لا تخافي، شبكي ما راح اكلك. انا بحب البنات الحلوين يلي مثلك. تعي لوين ياباني؟ لك خرسي بعد عني. خرسي لا تعمل صوتك. دخيلكم. خرسي جدي. اسكتي شو جنبتي؟ اسكتي اسكتي. عايشة ولك انت شو عم تعمل بالبنت؟ يعني بنتي. اقعدي هيك. تعي كثير هون، شوفي. تعالوا ورا، بعدوا عني. تعالوا ورا، هاتوا بالوش البنت. بعد عنها. بعد عن البنت. بعد عن البنت. بعد عن البنت. لا تتركها. بعدوا ليه؟ بعدي. الله يسامحك. طلعي فيني. بعد عنها. بدك شدك؟ وصلك يا؟ الله. شو انت؟ الله يخليك اترك جدي. عايشة. الله يخليك. عايشة. تركوني. قومي معي يلا. عايشة. امشي. فوتي لشوف. فوتي. يلا. الله يخليك، لا تخليني ببوس ايدك. اتركني، بترجاك. عايش رح يكون بعد يومين ان شاء الله. لا تقرب مني. يلا خدوها لجوا. كونا بحالنا، شو عملنا؟ يلا بسرعة. بحالنا. بس بقى جوا. يا ربي. يلا فوتوا له. اوعكم نطلع لبرا. عايشة. لا تتركوني. عايشة. تركيا يا بنتي، اوعى تاخذيهم. تركيني. لا تاخذيهم. مين انت؟ بعدي عني، اعمل لك بعدي عني. هاي انا يا بنتي، انا امك. امي. يلا امشي روح. يلا امشي معي. يلا تعي. ما بقدر امي. ما فيني. يلا تعي. خديني معك. تعي. يلا امشي. خديني. انت مين؟ بعدي عني. نرمين. بكفي. بعدي عني. نرمين. بعدي عني منك. شو صار لك؟ رويدا، وينك انت؟ شوفي رويدا. ما بعرف مين كان بده ياخذني. ما في حدا. بلا في. يمكن انت تعبانة. يلا تعي معي. تعي.
يلا امشي، روحي من هون يلا. بنتي ما عرفتني، لك ليش ما عرفتني؟ يا ويلي أنا. عم تاخذ من هالدواء بس ما عم بيأثر فيها. بده شهر ليبلش اثره على الواحد، اصبري. بيان كم يوم وبصير لعنا شهر، بعدين ما عاد تتعرف على امها. وليه كله بسبب هالدواء؟ دخيلك يا ربي، ساعدني شو بدي أعمل. بنتي. شو انت هون يا ابني؟ كنت عم تستنانا دكتور؟ ايه، بدي اعرف شو صار معكم. رشاد اغا عنيد كتير، ولازم تعطيني شوية وقت لحتى اقنعه يا ابني. ما بدي اياك تستسلم ابدا. ماشي. يلا جدي امشي. يلا يلا خفوها بسرعة، خلصوني بقى بسرعة. يلا يلا جيبوا لي هدول لشوف. يلا وهدول كمان. يلا تحركوا انت وياه، تحركوا. هيك لكان سممتوا ولا بنتي بهالدواء، رح تشوفوا كيف رح خلصها منكم. شكرا ديالا، خلص فقت. شو دكتور نمت هون امبارح؟ ما بدي روح على البيت. ان شاء الله كل شيء بيتصلح مع الوقت، المهم انت لا تزعل. شلون يعني ما ازعل؟ طارق، شو في زينب؟ عمي تعبان كثير، تعال شوفه. امبارح المساء كان منيح. ايه ما كان في شيء، بس الصبح كنا عم نستناه على الفطور. تفضلوا. يسلم. هاتي بنتي، تفضل. تفضل حميد. اخي اقعد محلي. شبك اخي، يلا نفطر سوا. اخي يي اخي عمي اخي اخي عمي شو بك؟ اخي عمي شو صار؟ عمي شو يا ربي انت من عندك تعافي. لا حول ولا قوة الا بالله. شبه بابا يا دكتور طارق؟ طمنا دكتور، ابي رح يتحسن شيء. اهدوا شوي وبلا ضجة. يلا اطلعوا يا اولاد. يلا يا بنت، خليكي انت واخواتك برا. يلا يلا يا بنتي. من جوعه نزل ضغطه شوي. وضعه ما بيخوف؟ لا، بس نعطيه شوية سيروم رح يتحسن. يا رب يا رب. انا رايح شوف سعيد. ماشي دكتور، انا معك. ان شاء الله معافى. عليه العافية يا رب. الله يعافيك. يلا يا ابني، يلا يلا بسرعة. ساعدوا يلا. يلا روحوا بسرعة، خلصونا بقى. شو في؟ مسلم بعت لنا خبر وقال الشيخ ابراهيم بده يهربوا لسعيد من الضيعة، وقال لازم انت تعرف بهالشيء. منيح، يلا روح انت. بديع بسرعة ناديلي لكم رجال، بعت لي اياهم. بدي اياهم يهجموا على الضيعة يخطفوا لي سعيد. ماشي معلم، يلا. يلا قوم على مهلك. يلا امي، يلا هات ايدك. شلون تحسنت؟ الحمد لله صرت احسن. ايه يسلموا ايديك يا دكتور طارق، الحمد لله صار احسن، وحتى نفسيته صارت احسن بكتير. كم يوم وبيرجع مثل الاول. ان شاء الله ان شاء الله. امي عم يدق الباب. خير شو في حنان؟ اجاكي تليفون خالتي امينه. ايه
يعني نسيت نهائيا قصة التنظيم؟ توبة، ما بقى أفكر بهالشيء أبدا، بدي أروح على المدرسة. وأنا كمان بدي أدرس يا دكتور طارق. برافو عليك يا رجا، قول للأنسة زينب مشان تدرسك كمان. اجت بنت المختار، اتصلوا فيني من المدرسة وقال قبلوا لي سعيد. كثير منيح، وهي صار اللي بدك اياه. الحمد لله. معناتها هلا بنروح. ليش بيقدر يروح هلا على المدرسة؟ أكيد بيقدر. إيه لكن بنمشي هلا. بس أنا ما بدي جهز له شيء. إذا عندك شنطاية حطي له شوية أواعي. بس يا دكتور هو ما عنده غير اللي عليه. ولا يهمك، أنا بعطيه من عندي خلص. الله يوفقك يا دكتور. هي بلش الآغا يصحى. بابا؟ نعم يا بنتي، أنا جاي. يلا. منك شفت الجوع شو عمل فيك؟ إن شاء الله معافى يا رشاد. كيف صرت عمي؟ إن شاء الله أحسن. شو صار لي؟ كنا رح نقرا الفاتحة. لا تقولها. بلا، كنت تعبان كثير ورح تموت، ومنيح اللي اجى الدكتور طارق وانقذك. مين؟ عم بقول لك الدكتور طارق اجى لهون ولحقك. والله عن جد. لكن صدقني هالدكتور ما في منه يا اخي، اجى وانقذ لك حياتك مع انه بيعرف انك ما بتحبه وما بدك اياه يصير صهرنا. والله لو كنت محله كنت ما داويتك. انت شيخنا شو كنت عملت؟ بصراحة انا كمان لو كنت محله ما كنت داويتك، بس الدكتور طارق زلمة منيح وقلبه طيب. الدكتور هو اللي انقذني. ايه هو شو يا؟ لساتك مو موافق عليه اخي؟ بنتي انت لساتك بدك يا لهالشاب. أهم شيء عندي أنك تكون موافق عليه عمي. الظاهر كنت غلطان. هالشاب انا موافق عليه. طارق، كنا عم ندور عليك. صار له شي عمك؟ لا طمن دكتور، بس زينب حابة تقول لك على شغلة. يلا خدوا راحتكم، أنا رايحة على المستوصف. وقفي، شو يعني أنت غريبة؟ أنا بعتبرك مثل أختي ديانا. خير شو في؟ عندي خبرية رح تفرحك. وأخيرا عمي وافق على زواجنا. عم تحكي عن جد؟ ايه. أنا صار لازم أرجع على البيت، عم نستنى زيارتكم. امتى نجي؟ طول بالك شوي، جدي اليوم بده يسألهم. ليش لا بستنى، المهم انه بالاخير رضي. الحمد لله. انا كتير مبسوط. لازم روح على البيت. انت سبقيني على المستوصف، انا هلا بلحقك. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. عادي ما فيني شيء. حنان كيفك؟ هلا صرت منيحة. ليكي حنان، عن جد انت كثير حبابة وانا بحترمك. شو قصده بهالحكي؟ شو هاد؟ معقولة هالهدية لإلي؟ يا ترى مين جايب لي اياها؟
استناني برا. ايه لا بقى، وطريقة حديثه معي اكيد هو اللي جاب لي اياها. دكتور بيحبني. خالي سناء، طمني، كيفك دكتور؟ وين مختفية إلك مدة؟ كنت زايرة عند بنتي خديجة. انت منيح؟ ايه، كتير منيح. خير؟ قررت اني اتزوج. شو؟ مين؟ زينب بنته لحميد اغا. عم تحكي جد؟ اهلا، موافقين. اليوم رايح انا والشيخ نطلبها. شو رأيك تجي معنا؟ روح معك؟ ابني، شبك نسيت قصة التار اللي بيناتنا؟ خلص انا بحكي معهم، بركي بهالمناسبة تتصالحوا مع بعض وبتنسوا شغلة التار. ها؟ معقولة وافقوا على هالشي؟ ما بعرف، رح حاول كل جهدي. طيب انا صار لازم امشي، رح شوف شو بصير معي وبرد لي خبر. لا، ما بيصير تتجوزها، لأنه بينك وبين أهلها في تار. يالا، اهلا وسهلا خالي. صحيح انه الدكتور وزينب رح يتجوزوا؟ اي مزبوط هالشي. طيب شلون هيك صار؟ ما عم بفهم عليكي. اثنين بيحبوا بعض وقرروا انهم يتجوزوا. هالجوازة مو ظابطة بنوب. ليش؟ أنا رايحة أحكي مع جدك. دخلك يا دكتور، دخلك يا دكتور، داري روحي داري قلبي، دخلك يا دكتور. شعري وليه؟ ليش تاركي عبده واقف برا بهالبرد؟ أنا آسفة بابا. مو مشكلة. خير، شو بكي عم تغني؟ شو صاير؟ ولا شي، فرحانة. سيك، ما انت بتعرفي الأنسة والدكتور رح يتجوزوا. بعرف هالشي بابا، بس عمو رشاد ماله موافق. لا رشاد وافق ومشي الحال. معقول؟ ايه، وعلى الأغلب اليوم رح يطلبها رسمي. شو صار لك؟ ليش عم تبكي بنتي؟ لك شو حكينا معك؟ هذا الدكتور خدعني. حقير طلع عم يكذب علي. شو؟ عجبوكم؟ ايه، يسلموا ايديك. هذا كل شيء قدرت لاقيه. يكتر خيرك. أنا صار لازم روح على المستوصف، رح خبر الشيخ إبراهيم بكل شيء. أكيد بده يودع سعيد. يلا سلامات، ديري بالك عليه. يكتر خيرك يا دكتور، أنقذته لابني. ما بعرف شلون بدي كافيك. روح، الله يوفقك. أنا ما عملت غير واجبي، المهم هلأ أنه هو معكم. الحمد لله. دكتور طارق، استنى شوي. خير عمر؟ قال جدي بده اياك وعم يستناك عند المختار، روح لعنده دغري. طيب جاي معك، يلا. أنا من أول ما شفته لهالزلمة قلت لكم هذا مو تمام. ما بيصير تغتاب حدا يا مختار. هلا بس يجي يقول له هالحكي بوشه. إيه بقول له شو يعني؟ شرف. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. تعا يا ابني تعا، عود مشان نعرف نحكي.
ولك انت ما بتستحي على حالك؟ بدك تتجوز بنته للزلمه قاعد عم تلحق بنات العالم طول بالك مختار، الشغلة ما بدها عصبية، يعني بالرواق بنقدر نفهم كل شيء. شوف يا عم ابراهيم، وعم تسأله؟ لكن بدك تتجوز بنتي وقاعد عم تلحق حنان، مو هيك؟ انا بس مو صحيح. بالله لكن هاي الهديه من مين؟ بنتي بتكذب؟ لك شو فكر اعراض الناس لعبه ولك؟ عيب عليك. طول بالك مختار، لنسمع الدكتور شو بيرد. لك والله انا بعرفك عاقل يا ابني، قل لي هالحكي مزبوط؟ اكيد لا، هذا كله كذب. ايه طبعا، ما احلاك وما تكذبنا، لك انت الكذاب. طيب بالضيعة كلها ما في محل اشتري منه هدية صح؟ لا. وهدول الاغراض مو من عندي، اسألوا البياع اللي بيفتل بالضيعة. السلام عليكم يا شباب. السلام عليكم. وعليكم السلام. رجاد، نعم شيخنا. بدنا نحكي معك. يلا شرف، امشي لقلك. تفضل مختار. يسلموا. عود. خير يا جماعة. حابين نعرف منك شغلة صغيرة، هدول الأغراض اشتراهم من عندك الدكتور ولا لا؟ شو بنا؟ شيخنا عم يسألك ما ترد. شو عم تصفى؟ يلا احكي. ما بقدر اقول لمين بعتون، بس يكون بمعلومكم مو الدكتور اللي اشتراهم. انا لازم اروح على شغلي. طيب إيه الله مثل ما معك. بدك، الله معك، لا تأخذنا، بس في بعض جماعة هن السبب. ماشي. طالما عرفتوا الحقيقة مو مشكلة. بدك تروح معي لعند الست أمينة؟ ايه انا عم بستناك. ايه وانت روح على شغلك، عذبناك معنا. لا، ولو بدنا خدمة تحرز. محمود، شايف هي طلع حكيك مو صحيح. تاني مرة تأكد قبل ما تتهم حدا.